لو معاك جواز سفر مصري وفكرت انك تسافر وتكتشف دول جديدة من غير ما تشيل هم التأشيرات، فانت في المكان الصح. النهاردة هقولك على اهم الدول اللي تقدر تزورها بسهولة بموجب جواز السفر المصري. يلا بينا نبدأ ونشوف ايه هي الاختيارات اللي قدامنا. في دول مش بنحتاج ليها تأشيرة اصلا، زي تركيا نقدر ندخلها من غير تأشيرة ونبقى قاعدين فيها لمدة 90 يوم. لبنان نقدر ندخلها لمدة 30 يوم من غير فيزا. الأردن مش محتاجين تأشيرة ونقدر ندخلها لمدة 30 يوم. المغرب نقدر ندخلها لمدة 90 يوم وهي مكان كويس جدا للرحلات. كمان تونس نقدر ندخلها من غير تأشيرة ونقعد فيها 90 يوم. في دول تانية بتحتاج تأشيرة عند الوصول زي الإمارات أو دبي، مجرد ما نوصل بناخد تأشيرة لمدة 30 يوم. المالديف بنعمل تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم ونستمتع بشواطئ المالديف الجميلة. هونج كونج نقدر ندخلها من غير تأشيرة لمدة 90 يوم. في دول كمان بتحتاج تأشيرة إلكترونية زي سريلانكا وكينيا وجيبوتي. أهم حاجة قبل ما تسافر لازم تتأكد دايما من حالة جواز السفر بتاعك إن هو يكون ساري، وكمان تتابع الأخبار الخاصة بالسفر في الظروف الحالية قبل ما تمشي، وتكون مخلي معاك نسخة من التأشيرات الإلكترونية أو تأشيرات عند الوصول. دي كانت بعض الدول اللي تقدر تدخلها بجوازك المصري بكل سهولة. يلا ما تستناش كتير وحاول تروح تغير جو. أتمنى لكم رحلة ممتعة.